السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، اخباركم عاملين ايه؟ النهارده هنشرح سوا غلاف عربي متميز بالوانه وتصميمه والتركات اللي فيه، وصدقني خلال الحلقة هحاول قدر المستطاع اوضح لك كل تفصيلة صغيرة وكبيرة، مش هبخل عليك بمعلومة ابدا، لان لكل نعمة طريقة شكر، وشكر العلم نشره، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. من يومين عملت فوت على التليجرام والشباب اختارت تصميم لغة عربية، وانا محبتش ازعلهم، وده الغلاف اللي احنا هنشرحه النهارده سوا. واكيد انت عارف ان كل الملحقات اللي هتلاقيها في الغلاف انا هرفعها على قناة التليجرام، من خطوط بقى وملفات وصور ومواقع استخدمناها وغيرها. بس انا دلوقتي عايزك تقف ثواني قبل ما نخش في الشرح ونحلل الغلاف ده سوا، عشان نعرف احنا جبنا العناصر دي منين ونحملها ازاي ونكتب ايه مثلا. هنبتدي مثلا باول حاجه، عندك الحصان اللي احنا استخدمناه ده، احنا جبناه منين؟ بص، صلي على النبي، على موقع ليوناردو. الموقع طبعا غني عن التعريف واغلب المصممين عارفاه. انا كتبت البرومبت ديت، واللي هي يعني فيما معناها ان انا عايز حصان اسود عليه حروف باللون الذهبي مزخرفه، والصوره تكون محتويه على تفاصيل كتيره، وهو طلع لي 4 عينات لشكل حصنه. والحصان اللي انا حسيته هيليق معاه في الغلاف اكتر هو ده، وده بالفعل اللي انا استخدمته. طيب ده بالنسبه للحصان. نيجي عند تاني حاجه، الشكل بتاع الراجل ده احنا جبناه منين؟ بسيطه، هنيجي على موقع فريبيك ونكتب ابن سينا زي ما انت شايفها كده بالظبط، وهتنزل يعني اهي، هي في اول صفحه اصلا هتلاقيها عندك. وطبعا لو انت واقف عليها ودوست فيو سيميلر فهيظهر لك برضو الصور اللي بتحتوي على نفس الشكل دوت باختلاف الوضعيات والكلام ده كله. في حاجات منها فري جامده جدا جدا جدا، عشان الناس سالتني انت بتجيب الصور دي منين والكلام ده كله، فانا بعرفك اهو انا بجيبها ازاي ومنين. طيب دلوقتي احنا عرفنا الحصان عملناه ازاي، وعرفنا الشكل ده جبناه منين. كلمة اللغة العربية اللي احنا مستخدمينها هنا، وكلمة اللغة العربية اللي احنا مستخدمينها ورا الحصان، جبتها برضو منين؟ لا دي بقى انا جبتها من حتة موقع، بص جامد، مش هقول عليه اكتر من كده، وهو موقع اسمه خطوطي. الموقع دوت انا لسه عارفه من قريب، بس حقيقي فعلا جميل قوي قوي قوي. هو بيقدم لك مخطوطات باللغة العربية كلها فري مجانية، بس فعلا جميلة جدا بالتشكيل بتاعها، وحاجة قمة الروعة. هاجي هنا في خانة البحث واكتب اللغة العربية، واعمل بحث. زي ما انت شايف هو طلع لي كذا مخطوطة، ودي المخطوطة اللي انا استخدمتها، ودي برضو انا استخدمتها. المخطوطة بكواليتي عالية وجميل جدا. مش كده وبس، انت لو رجعت برضو الموقع وكتبت مثلا كلمة شهادة تقدير وعملت سيرش، فهو هيجيب لك شوية مخطوطات لكلمة شهادة تقدير حرفيا انت ممكن تدوخ عليها عشان تجيبها. فهيعمل سيرش ونشوف مع بعض. طبعا زي ما انت شايف هو جاب لك كذا مخطوطه لكلمه شهاده تقدير، وحرفيا هم جامدين جدا وبكواليتي عالي، فتقدر برضو تستخدمهم. وانا مش هكتر عليك، الموقع معاك يا حبيب قلبي، انت خش ودور براحتك. طيب دلوقتي احنا عرفنا الصوره دي جبناها منين، والصوره دي والكلمه بتاعت اللغه العربيه دي ودي. الباترن اللي هي عندنا اللي هي في الباك جراوند اللي هي دي، احنا بنكتب ايه وبنجيبها ازاي؟ ولا اي حاجه. هنخش على موقع فريبيك برضو ونكتب كلمة Arabic زي ما انت شايف كده. هي في اول صفحة هتنزل حرفيا هتلاقيها اهي في وشك اهي وفري، حملها، ودي نفس حرفيا اللي احنا استخدمناها. طيب عندك ايه تاني؟ عندك طبعا الفونت اللي احنا استخدمناه اللي هو محمد جادو، واستخدمنا برضو في كلمة الدرعمي، والفونت دوت اسمه ضحكة، وبرضو هتلاقيه في ملف الملحقات. وهتلاقي برضو الفونت دوت اسمه كوفام، وهتلاقيه برضو في ملف الملحقات. والفونت اللي احنا مستخدمين بيه التشكيله اللي هي بالشكل ده فونت نزار، وبرضو الفونت ده هتلاقيه في ملف الملحقات زي ما انت شايف كده، الثلاث فونتات والصور اللي مستخدمه وكل حاجه. طيب نيجي بالمناسبه برضو عشان كنت هنسى، الشكل دوت او انا بجيب الدوران ده اللي هو بيبقى شبه اللي في الجوامع والكلام ده كله، بجيبه ازاي واكتب ايه؟ بص بقى يا حميد، هنيجي برضو على موقع فريبيك ونكتب بالشكل ده. طبعا انت لو قعدت تدور بص كتير جدا عشان تعرف توصل للشكل اللي هو بتاع القبة ده، حرفيا هتدوخ على ما تجيبه، فاهم؟ فديت الكلمة اللي انت ممكن تستخدمها
ويعني بص طلع دي معناها يعني هو زي نفق كده او ايه، داخله لجوه كده، فاهم؟ فديت الاشكال اللي هتطلع لك. انا مش فاكر بصراحه هي كانت في الصفحه كام، بس انا فعلا جبتها من هنا يعني. طبعا زي ما انت شايف احنا حللنا الغلاف واحده واحده، وعرفنا كل عنصر في الغلاف بحثنا عنه بايه، وجبناه من موقع ايه، واستخدمنا ايه بالتفصيل. ده عشان خاطر افيدك، وعشان خاطر ان انا ممكن اقدم لك الملحقات مع الفيديو وتطبق ورايا، بس ما تبقاش عارف لما تيجي تدور على حاجه تجيبها ازاي ولا تعمل ايه. فخلينا بقى نخش في الشرح العملي. ده مقاس الغلاف اللي احنا هنستخدمه في شرح النهارده، وهو عباره عن 30 في 43 زي ما عملنا قبل كده، وتقسيمه الجايد المعتاده. هنيجي من هنا من اداه الريكتنجل، ونيجي هنا ونحدد بالشكل ده عشان نخليها على قد وش الغلاف بالظبط. هنديها اي لون مش هيفرق معانا، ممكن اللون الاسود اي حاجه، ونخليها على قد الغلاف بتاعنا بالظبط. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده يا شباب هنجيب الصوره دي، تاني صوره عندنا واحنا واقفين عليها، هندوس الت عشان ندخلها في الشيب اللي تحتيه بالشكل ده، ونخليها كده. ممكن نزوم شويه بالظبط كده. حلو قوي. برضو وانت واقف عليها كنترول تي، وتيجي من تحت كده وتدوس كنترول الت شيفت وانت واقف، كنترول الت شيفت، بحيث ان احنا ايه عايزين ننطها شويه من تحت كده، بس زي الفل قوي. وانت واقف عليها برضو هتعمل لاير جديده، وندخلها برضو جوه الشيب بن الت، ونعمل بأداة البرش نجيب لون برتقاني، ممكن اللون ده بالشكل ده، وندوس 1 في 2 بس بالطريقه دي. ممكن نكبره بس شويه زي ما انت شايف كده. واحنا واقفين برضو عليهم هنيجي نعمل ليفل، ونخلي الليفل كده نعلي البرايتنس شويه وننزل دي. تمام. بس تحت البرايتنس كده وانا واقف هنا، انا عايز دلوقتي اللي هي اللاير بتاعت كلمه اللغه العربيه. طبعا هي الليفل دخل على كلمه اللغه العربيه، فعادي شيله دلوقتي وهنرجعه بعدين. المهم هنيجي دلوقتي عند كلمه اللغه العربيه. انا عايز دلوقتي كلمه اللغه العربيه، مش عايز كلمه خطوط اني، فاجي من اداه السلكشن واحدد الجزء ده، وبعد كده وانا واقف عليها هعمل ماسك وندوس عليها دبل كليك عشان اخليها باللون الابيض، وبعد كده هخليها سمارت اوبجكت بالشكل ده، وهعمل برضه وانا واقف عليها ادوس الت، وهاجي كده مثلا اكبرها شويه يعني بالشكل ده، واعمل بعد كده اوفرلاي، وبعد كده هخلي الليفلز اللي انا عملتها فوقيهم كلهم بالشكل ده. بعد كده هاجي عندنا بصورة الحصان اللي احنا استخدمناها واحنا واقفين عليها، هنعمل select subject عشان نحدد صورة الحصان معانا. برضو نزلت تحت الليفلز، فانت طلعها فوق ونزل الليفلز زي ما كانت. هنيجي واحنا واقفين عليها ونعمل لها ماسك، ونعملها convert to smart object، ونخليها بالشكل ده. ممكن بس ايه نكبرها شوية ونحودها سنة بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. حلو الكلام، حلو الكلام. دلوقتي وانا واقف عليها هعمل لها ليفلز، فاجي هنا وارفع الليفلز دي بالشكل ده شوية، واقلل الحتة الغامقة شوية. حلو حلو. دلوقتي يا شباب انا عايز المناطق الفاتحه في الحصان تفتح اكتر، بس المناطق الغامقه تفضل غامقه زي ما هي. هتقول لي طب ما عادي يعني، طب ما انا هديها واحده ليفلز واعملها كده واروح معلي دي. اقول لك ماشي جدع، بس شايف المناطق الغامقه ايه اللي حصل لها؟ فتحت برضو معانا، بقى لونها فاتح زي المناطق الفاتحه اللي في الصوره عندنا. فانا مش عايز كده، انا عايز المناطق الفاتحه تزداد فتحان، يعني المناطق الاضاءه تزداد اضاءه، والمناطق الغامقه تفضل غامقه زي ما هي. هعملها ازاي دي يعني؟ مش انا عملتها وعليت كده تمام، هندوس على دبل كليك واجي هنا واروح دايس الت، اسحب بالشكل ده. اسحب، انا بعمل ايه؟ انا بسحب الضوء من الحته الغامقه، بخلي الضوء في الحته الفاتحه بس زي ما انت شايف كده. بص كده قبل وكده بعد، ايه اللي حصل؟ المناطق الفاتحه في جسم الحصان افتحت اكتر، بس المناطق الغامقه فضلت غامقه زي ما هي. فدي هتنفعني في ايه؟ دي هتنفعني ان تدي للشكل لمعان
وبتزود شدة الإضاءة فبتبين الصورة احترافية أكتر، وفي نفس الوقت ما بتفتحش المناطق الغامقة، بتفضل المناطق الغامقة محتفظة بالغمقان بتاعها. ممكن برضو أجي هنا وأنا واقف عليها وأديها ساتوريشن. ساتوريشن ده أي تشبع بس كده، أزود تشبع اللون البرتقاني شوية عشان يبقى متماشي مع الشكل اللي أنا مستخدمه هنا. طيب يا شباب، دلوقتي يتبقى حاجة بسيطة. شايف اللير اللي هي تحت اللي فيها أصلا كل الأشكال الجميلة دي، وأنا واقف عليها هعمل لها كنترول جي، تمام، وهطلعها فوق بالشكل ده، وهخليها باللون الأزرق الغامق شوية. ليه؟ هقول لك دلوقتي ليه. وأنا واقف عليها هديها ماسك، وبعد ما اديها ماسك هديها أداة الجريدينت. طب دلوقتي أداة الجريدينت مش موجودة يا عم، عادي، شغل دماغك، هات أداة البرش وخليها على اللون الأسود وامسح بالشكل ده، دوس اكس عشان تعكس، واعمل كده اهي يعني. طيب لو خدت بالك في الغلاف الاصلي كانت الصورة بتاعت الشكل ده واخدة افكت بلور. طب ودي اعملها ازاي؟ عادي يا عم، من الفلتر بلور، جيشن بلور، فانا بديها شوية بلور شوية كده، ممكن هي كفاية او 10 فعلا، 10 مناسب. حلو الكلام. ممكن اجي برضو لللاير بتاعت الحصان بتاعتنا واكبرها ايه شوية كده عشان تبقى متناسبة مع حجم الغلاف، واجي لكلمة اللغة العربية برضو ايه اكبرها شوية كده يعني. حلو حلو. ممكن وانا واقف برضو على اللاير بتاعة الحصان عشان اخليها تاخد لون برتقاني من اللون ده، فانا وانا واقف عليها هاجي عليها واعمل كولر بالانس وازود سنة احمر حاجة بسيطة على سنة اصفر، ممكن ازود الاحمر سنة كمان، فتبقى ايه خدت شوية تون كده لونه برتقاني يبقى مناسب مع اللون اللي احنا حاطينه تحت. هتقول لي ثانية واحدة، هو اللون البرتقاني دوت اصلا ايه لازمته؟ او انا لو شلته ايه اللي هيجرى يعني؟ شلته صح. شوف بقى كلمة اللغة العربية بقتش حلوة. بص كده لما بتضيفها يعني عشان اللاير ديت بتاعت كلمة اللغة العربية دي معمول لها افكت اوفرلاي، والاوفرلاي هو بياخد من اللاير اللي تحتيه، فاحنا عشان كده بنحاول نعمل اضاءة، بعد كده نحط كلمة ونديها اوفرلاي، بعد كده نعمل الشين بتاعنا. تمام تمام. اتمنى تكون كل حاجة واضحة لك. هنيجي دلوقتي ونكتب اسم المدرس، بس اسم المدرس هيتعمل في حتة غلط فنرفعه كده، ايوه بالشكل ده. نكتب مثلا محمد جادو. طبعا انا قايل لك ان الفونت اللي احنا استخدمناه فونت ضحكة. فونت هتلاقيه طبعا انا رافعه لك في الملحقات، هنخليه بالشكل ده، بس هندوس حرف التي عشان نحدد الجزء ده بتاع كلمة جادو، بس اخليها مثلا باللون البرتقالي الغامق ده. وبعد كده هعمل لاير فوقيهم، اللاير اللي فوقيهم دولت هخليها باللون الابيض، صغرها واعملها كده، وادوس وانا واقف على اللاير بتاعه الاضاءه الت عشان ادخلها جوه الكلمه، واخليها اوفرلاي بالشكل ده. ممكن بس ايه اقللها شويه بس بالشكل الجميل اللي انت شايفه قدامك ده. طيب احنا كده كتبنا اسم المدرس. ممكن برضو بنفس الفونت دوت نكتب اسم السلسله، والسلسله هنتخيلها الدرعملي، لان تقريبا اصلا اي مدرس عربي بيكتب كلمه الدرعملي، فارفعها فوق بالشكل ده. في الغلاف الاصلي هي كان جايه بدوران كده، فدي اعملها ازاي؟ هقف عليها كده وادوس دبل كليك، هتظهر لي العلامه دي، هدوس عليها ومن هنا اختار العلامه دي ترفع معانا بالشكل ده. هنزلها شويه مثلا كده، مناسب قوي. بعد كده اصغرها حبه عشان تبقى مناسبه معانا برضو من الغلاف. وتبقى في نفس الوقت برضو جايه مع ايه، مع الدوران بتاع الشكل بتاعنا اللي هو تحت ده. حلو. هنيجي دلوقتي ونعمل شيب برضو هنا كده مثلا، ونخليه باللون البرتقاني، ونكتب كلمة مثلا للثانوية العامة برضو. وانا واقف مثلا على كلمة للثانوية العامة دي هاخد منها نسخة، بس هشقلبها طبعا كده، واكتب كلمة سلسلة
خليها باللون الابيض. وطبعا زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، يعني احنا عملنا في الكلمه دي كيرف، يبقى برضه ندي دي كيرف. اجي هنا واعمل كده وخليها مثلا 15 مناسب كيرف عشان احسه اكتر. ممكن ادي كشيدة من شيفت جي بالشكل ده. ممكن ايه ابيلها ايه سنة بسيطة كده بس يعني. طبعا ممكن برضو اكتب كلمة اللي هي تحت المدرس، اكتب استاذ الجغرافيا الثانوية العامة. جت منين كلمة الجغرافيا دي؟ مش بقول لكم انا مش قادر والله، مش مركز. استاذ اسف في اللغة العربية. ما احنا كتبنا كلمة الثانوية العامة، فانا هستكفي باستاذ اللغة العربية دي فعلا. انا والله لولا ان انا صورت الحلقة فعلا 3 مرات كنت ما عنديش مانع ان انا اصورها الرابعة والله، بس فعلا شكلي كده لو ما صورتوش المرة دي مش هقدر بقى خالص. فانا ايه معلش يعني اعذروني لو انا مش مركز قوي او يعني متلخبط شوية. بس يا عم ادينا كتبنا الاسم وكتبنا كلمة استاذ اللغة العربية. ممكن ايه ننزلهم تحت كده شوية بالشكل اللزوز ده. ممكن نيجي برضو عند الاداء اللاير ديت، ممكن نخليها ايه ازرق غامق شوية بالشكل ده. عايزها فاتحة براحتك، عايزها غامقة اللي انت عايزه، بس انا هفضل اللون الغامق واقول لك ليه كمان شوية. شايف اللاير اللي احنا استخدمناها دي؟ هنيجي عليها وندوس كنترول جي عشان ايه ناخدها بقى ايه الناحية التانية عشان نشتغل في ظهر الغلاف. ممكن برضو نخليه بدرجات اللون الازرق الغامق ده بالشكل ده. وهنيجي بقى نحط ايه الباترن بتاعنا اللي احنا حملناه اللي هو ده، نحطه كده ونخليه ملتبلاي ونلفه كده سنساية بسيطة حلوة اوي. صغره طبعا شوية، حاول تخليه على قد البتاع بالظبط. حلو. واحنا واقفين عليه برضو هنعمل ماسك ونديه بالشكل ده بس من فوق لتحت، فاهم كده بقى. حلو الكلام. هنيجي دلوقتي لللاير بتاعت الشيب اللي احنا مستخدمينها دي وهنقلها عندي هنا بالشكل ده، وانا واقف عليها او تحتيها بمعنى اصح. هعمل كده بالبرش بحيث ان انا ادي ضوء ازرق فاتح تحت الشكل بتاعنا. طبعا لو تركز على اللاير اللي احنا استخدمناها دي اعمل كنترول جي تمام، عشان عايز واحدة منها، والتانية دي هرفعها فوق وانا واقف عليها فوق واعمل كده ماسك واديها من تحت بالشكل ده. تمام زي الفل. ادي اللاير بتاعتنا بتاعت الراجل الكبارة ده، وانا فوقيها هعمل ليفل، والليفل ده هرفع شدة الإضاءة وانزل الأماكن اللي فيها شادو شوية، وممكن برضو الهايلايت يعني مش كتير قوي فاهم بالشكل ده. واجي مثلا فوق الشيب بتاعنا واعمل شيب تاني. الشيب دوت بقى هيكون فيه الشكل ده، هديله شوية دوران كده والغي الفيل زيرو، واجي من هنا ادوس على دبل كليك واخلي الجريدينت قصدي اخلي الدروب شادو دي 90 ماشي زي الفل، ودي 100% والسايز حلو جدا. اجي برضو اديها ستروك، والستروك هخليه جريدينت عادي تمام، بس اجي على الجريدينت واخليه مثلا اللون دوت ماشي، ممكن اخليه ده عادي ازرق فاتح، انما دوت هخليه الازرق اللي هو بص القاحط بالشكل ده. برضو ممكن اخليها ريفلكتد عادي واتحكم من الريفلكتد بحيث ان هو يبقى ايه شكله جميل. طبعا انت لو تاخد بالك هنا هو بيبان يعني، بص كده انت كل ما هتلف هو بيبان معاك في الشكل دوت، ما تركزش هنا قوي. ممكن اخلي السكيل مثلا 50 عشان يبقى ايه حاجة بسيطة واهدى بالشكل ده. طب يا عم زي الفل.
بقى عندنا الشيب بتاعنا بالشكل ده. اكبره بس سنة كده، وممكن اجيب صورة الراجل المحترم ده كده واخليه بالشكل ده كده. دلوقتي اقفل ده بقى، خلاص مش عايزينه دلوقتي. واللاير ديت برضه اقفلها. مش عارف الجهاز مهنج ليه كده. ونيجي هنا عند اللاير بتاعة الإضاءة فوقيها بقى، اختار اللون الأبيض ونكتب مثلا حرف الت. تمام. وهنيجي بقى حرف الت ده هنخليه فونت اللي هو نزول، ونكبرها مثلا بالشكل ده كده، وخليها اوفرلاي. حلو. ممكن اعمل واحدة منها كمان واكتب مثلا حرف العين. هو مش ظاهر معايا انا عارف، هصغره بس شوية اصلا. ماشي، خليها حرف العين اهي، واحطه مثلا هنا كده. تمام. اتبقى عندنا كلمة اللغة العربية اللي هي التانية، اللي هي دي. اسحبها يا معلم في الفوتوشوب. ماشي اوكي. طبعا زي ما عملنا المرة فاتت، انا مش عايز اصغرها بس شوية. انا مش عايز الا غير الكلمة، فهقف عليها كده واعمل ماسك وندوس على دبل كليك، خليها باللون الابيض. بعد كده اعملها كونفرت تو سمارت اوبجكت، واخليها مثلا هنا كده. تمام. قدامك حاجة من الاتنين، يعني انت لو عايز فعلا تحافظ على اللون الابيض وتخليها زي ما هي عادي مش هتفرق، ويبقى برضه شكلها جميل وزي الفل. لو انت عايز تخليها باللون الاصفر عشان يبقى برضه الظهر فيه سنة برتقاني كده، فعادي هقول لك برضه تعملها ازاي. دوس على دبل كليك عادي، غير اللون بتاعها للون البرتقاني. تمام. وبعد كده هنيجي فوقيها ونعمل لاير جديدة، واللاير ديت هتبقى عبارة عن برش ضوء، ونديها برضه اوفرلاي بالشكل ده وبس يا عم. طب انا عايز الاوفرلاي على الكلمة بس، فانا هاجي كده وانا واقف على الكلمة كنترول عشان يعمل سيلكشن على الكلمة، وانا واقف بقى على اللاير بتاعة الضوء هعمل عليها ماسك. فاهم؟ يعني انت بص كده لو لغيت هيبقى اللاير من اضاءة على الكلمة كلها. عايزها كده اللي انت عايزه تعمل بيه، بس انا بفضلها كده يعني شكلها بيبقى احلى. بس يا عم بالشكل دوت. وممكن مثلا نيجي على الكلمة ندوس على دبل كليك، نخلي في سن دروب شادو، مش بالشكل ده، مش قوي كده يعني، فاهم؟ ما تكترش دروب شادو بالذات لما نزل بيبقى بايخ قوي يعني. ماشي، حاجه زي الفل كده. ممكن نيجي هنا مثلا في الحته الفاضيه ديت ونحط الكيو ار. انا هحطه سريعا كده، فاهو زي ما انت شايف كده مثلا ممكن نحطه بالشكل ده. تمام. وممكن نعمل حته تركايه كده جميله عشان برضه الغلاف عندنا لغه عربيه. ممكن مثلا نعمل شكل كده حلو، ونجيب أداة الريكتنجل ديت برضو تاني، بس نعمل لاير جديدة خلي بالك. تمام. ونعمل شكل مربع. بعد ما يتعمل نعمل كنترول تي نلف واحنا دايسين على شيفت عشان يبقى عندنا بزاوية 45 كده. بعدين كنترول جي عشان نعمل واحد منه تاني، والتاني ده يا معلم هنصغره ونخليه بالشكل ده، ونيجي عليهم هما الاتنين نصغرهم ونحطهم كده، ويبقى عندنا ده. انا هحود الناحية التانية ده كده بالشكل ده. يعني هي ايه زي ما انت شايف كده سنة جمالية عشان برضو تبقى متناسقة مع الهوية الإسلامية العربية، فاهم؟ ولو تلاحظ يعني انا حاولت في الغلاف ان انا ما احطش اي كلام انجليش. يعني بالله عليك وانت بتعمل غلاف عربي احترم اللغة، واحترم ان ده غلاف عربي يعني لغة عربية، فاهم؟ فخلي اللغة عربي، يعني ده اقل واجب يعني. ما تفضلش بقى تكتب لي Arabic language والشغل التعبان ده، عيب. احترم اللغة، لغة القرآن على الأقل يا أخي. هنجيب بقى الإضاءة اللي هي الصفرة دي هنحطها هنا زي ما هي بنفس لونها اللي هو الأصفر. وهنيجي نعمل واحدة تانية بالشكل ده وهنلفها كده اهو،
مش عارف، طب ما هي كانت اصلا كده. ماشي المهم، ونخليها هنا بالشكل ده، بس هندوس كنترول يو عشان انا مش عايزها باللون ده، انا عايزها باللون اللي هو، ايوه يبقى باللون اللي هو ده. واخد واحدة منها واخليها مثلا هنا كده، وواحدة كمان دي بقى اللي انا هلفها كده اهو. تمام. وممكن ايه اصورها شوية بالشكل ده. وبس يا سيدي، ده الغلاف اللي احنا عملناه، وهو يعني زي ما تقول شبه الغلاف الاصلي اللي احنا برضه عملناه، بس في شوية تريكات مثلا بسيطة. عندك هنا اللون بتاع الشيب دوت، قصدي اللي احنا عملناه في عين الحصان. عادي هنيجي واحنا واقفين على اللاير بتاعة الحصان من أداة البين تول، هنيجي كده ونحدد الجزء ده ونعمل كده اهو، واحنا واقفين عليها هندوس دبل كليك عشان نبدأ لها اوتر جلو بالشكل ده. وبس يا عم، ألف مبروك، أديك عملت غلاف لغة عربية، حاجة مميزة سيمبل شيك، وأنا وضحت لك كل حاجة، وأتمنى إن يكون ربنا وفقني إن أنا أوصل لك المعلومة صح. فأنا لو عرفت أوصل لك المعلومة فده من توفيق ربنا، ولو ما عرفتش أوصلها لك 100% فسامحني واعذرني عشان فعلا أنا تعبان. أتمنى يكون الدرس عجبك وخفيف على قلوبكم، وأشوفكم بخير إن شاء الله في حلقة جاية.